بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري ياسر إبراهيم والأشياء الأخرى. هتقول لي إزاي؟ هقول لك ياسر إبراهيم النهاردة كرة أنقذها من قدام أسامة فيصل، انفراد تماما تماما، وبعد كده بيعمل الجون التاني اللي في الوقت اللي هو بعد الوقت الأصلي والوقت الإضافي اللي هو اداه الحكم في الدقيقة 45 ثانية، هو اللي بيعمل الجون لأسامة أبو علي. والماتش اللي فات شايل كرة من على الخط، والماتش بتاع بتروجيت شايل كرة من على الخط. يعني لو تعادل وتعادل كان خلاص الدوري راح، والنهارده تعادل يبقى 6 بونت، يبقى عليه العوض. ولكن ياسر ابراهيم والاشياء الاخرى هم اللي مخليين الاهلي في المنافسه لغايه دلوقتي. الناس هتقول لي في ضربتين جزاء، اقول لك ما انتوا هو في اكتر من 5 دقايق ويدي 45 ستة، ما تدي 6 دقايق ورايح دماغك. فين الضربتين جزاء؟ طب وبتاعت سيد نيمار ما ضربة جزاء، وما هنش على الراجل يجيبها ويوريها لنا. جابها لنا من الجنب، يعني بيجيبها من الجنب عادي يعني. جون امام عاشور النهارده احلى ما في المباراه. ده جون ما بنشوفوش الا في الدوريات الاوروبيه بصراحه، يعني جون جامد جدا جدا جدا. طارق مصطفى صعبان عليا جدا، لان انتوا بتضيعوا مجهود مدرب محترم. والله العظيم منظومه بتضيع مجهود مدربين محترمين بيلعبوا كوره محترمه، ولكن الاشياء الاخرى لها دور كبير في افشال المدربين ده. يعني ممكن طارق مصطفى بعد ماتش النهارده ممكن يمشي طبيعي، عادي جدا عادي. هيقول لك لا اصل احنا مش عارف ايه وايه، ومش طارق مصطفى بس، ده كل المدربين المحترمين يعني لما بيجي يلعبوا النادي الاهلي ممكن عشان الغلطات بتاعت الاشياء الاخرى دي ممكن تمشيهم عادي. كابتن عماد النحاس النهارده اللي هو يعني ماسك النادي الاهلي بجلاله قدره بالفلوس دي وبالصفقات دي وبالملايين، مش عارف يعمل فرقه لا حول لا ولا قوه، لغايه ما قفشه نزل. قفشه هو اللي اعاد الاتزان تاني لفرقه النادي الاهلي. بس هو النهارده الكابتن عماد النحاس خلص على بن شرقي وجراديشار اكتر ما هم متخلص عليهم. كابتن عماد النحاس النهارده بينزل حسين الشحات في اخر 5 دقايق ولا 10 دقايق، بيكمل مسيره كولر على حسين الشحات. والناس تقول لك لا ما رجع السوليه، لا ما هو رجع اكرم توفيق، لا ما هو رجع ايه؟ ده اللعيبه اللي عندها حلول دي هي اللي المفروض يرجعها، ويرجعها بقوه ويديها مساحه. ده طاهر محمد طاهر النهارده مع كل الاحترام الماتشات اللي فاتت بيلعب تايم كويس قوي، يجيب جون وبعد كده ما بنشوفوش. النهارده ما شفناهوش خالص خالص. النهارده جراديشار تحس كده ان هو ناسي الكوره بتطول، بعد ما كان بيقف على الكوره ويعمل حاجات ما بنشوفهاش من لعيبه كبيره زي بنزيما وزين الدين زيدان. يعني هو بيفكرني بالستايل ده، ان هو لما بيقف على الكوره ويحجز ويستلم ويلاعب الناس ويغير اتجاهاته ويطلع ياخد الكور العاليه. لا لعيب كوره، بس من يوم ما جه عماد النحاس وهو تحس كده ان الراجل ده بقى مش جراديشار. نفس الكلام بن شرقي، ما الراجل مكسبك الماتش اللي فات، هو انت ما عندكش اللي هو تغيره؟ ما في لعيبه بتهجس كتير في الملعب. اتمنى ان يروح كاس عالم، يعني اتمنى ان الكابتن عماد النحاس، عشان الناس تقول لك ايه العلامه الكامله، جايب لعب 5 ماتشات ب5. ادعي للمسائل الاخرى. فالواحد مش لاقي كلام يقوله والله، مع العلم ان انت النهارده يعني الشوط الاولاني تحس ان في نديه بين الاهلي وبين بنك الاهلي، وده بيلعب كوره وده بيلعب كوره. بعد كده كله رامي حموله ان ياخد ضربه جزاء
حاطين ضغط عليه والجماهير حاطه ضغط عليه لغايه ما ادى 5 دقايق، خلاص ال5 دقايق جم خلاص، زي بالظبط الماتش اللي هو قريب اللي هو كان بتاع بيراميدز، برضه 5 دقايق وبعد كده يجي الجون في الدقيقه السادسه. طب ينفع؟ بتضيعوا مجهود فرق وبتبوظوا شكل الدوري وبترخصوا الدوري وبتخلوا الدوري الناس بيبقى عندها الجماهير، مش جماهير الاهلي طبعا، جماهير الفرق التانية بتبقى عندها قناعة ان الدوري معمول لنادي معين بس في كل حاجة. وارجع بقى من اول ما الدنيا وقفت والماتش والانسحاب والحاجات دي، ارجع بقى كده للتاريخ، بيضغطوا على نادي واحد بس. على العموم بيراميدز كسب النهارده والمصري خسر النهارده 4-0. ايه رأيكم بقى في اسمه ايه، انيس بوجلبان؟ ايه رأيكم فيه؟ قلت لكم خسرتوا علي ماهر وهتندموا عليه ومش هتخشوا افريقيا اهو. علي ماهر لو موجود كنت دخلتوا افريقيا. والنهارده بيراميدز بيكسب مع فرقه محترمه اسمها بتروجيت، فرقه كوره محترمه ومعاه مدرب محترم. بصراحه علي العوض. السلام عليكم.